يعني وبعدين مع الاهلي والله، يعني كسبنا الاسماعيلي الحمد لله على 3 بونت، لكن بعد كده صفر 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 كله صفر، ما عدا بالعمري، ما عدا بالعمري اللي مش عارف قاعدين. الواد نزل تلت ساعه بيرفع، في حد بيرفع اوفرات يا جماعه؟ في حد بيرفع اوفرات في الاهلي؟ الاداء وحش قوي. وانا عايزك تتخيل مدى سوء الاداء. انا عايز اقول لك ان المحله بتاعت علاء عبعال كسبت الاسماعيلي ده 3 يعني، فهو طبيعي انك تكسب الاسماعيلي يعني. ولو الماتش كان هيتعقرب يعني. آه فمش عارف، عندنا ماتش الجيش الملكي يوم الاحد، والحمد لله صعدنا، بس هو ماتش صعود على المجموعه وماتش احنا محتاجين نكسبه بعد اللي حصل من الجيش الملكي في الملعب وجماهيره وبتاع، من غير اي، مش عايزين اي تجاوزات عشان ما يتوقفلناش ماتشات والكلام ده كله، لكن محتاجين نكسبه ونكسبه كويس يعني، انت فاهم. وبعد كده عندنا الجونه بقى، انا بكلمك على الجونه. عندنا الجونه، معلومه كده عن الجونه. الجونه اتعادلت مع الثلاثي اللي بينافسك، سيراميكا، اتعادلت مع سيراميكا، اتعادلت مع بيراميدز والزمالك، الثلاثه ما عرفوش يكسبوها. فرقه دفاعها رخم رخم رخم، ومعاها مدرب كويس اسمه احمد مصطفى. ويعني كل اللي دخل فيها في الدوري 12 جون، احنا داخل فينا بتاع 15، وبنلاعب حارسين، خد بالك. داخل فينا 15 وبنلاعب حارسين. طبعا انا عارف كمان ان الناس عايزه تتكلم عن كاميتش، بس احنا بس خلينا نتكلم على الخمس ماتشات اللي فاضلنا في مرحله المجموعات. وبالله عليكم مش عايزين نخسر نقط، مش عايزين نخسر نقط، عايزين نخش المرحله النهائيه الست ماتشات واحنا على الاقل متصدرين او متساويين حتى مع سيراميكا او بيراميدز او الزمالك. واديكوا شفتوا بيراميدز والزمالك ما بيجلوش ما بيجلوش. فالمهم قوي نكسب الجونه، وبعدين بقى نبقى نشوف الصفقات ونشوف اداره التعاقدات دي او السكاوتنج في الاهلي عايزه كلها تتغير. بيراميدز بنفرين وطفايه في التعاقدات، الواد الفخوري ينزل يجيب جون، ناصر ماهر عمال مبدع، انت فاهم. احنا ما تفهمش ايه، الصفقات محسوده، ما فيش. الاداره دي لازم تتغير يعني. شوفوا لنا حد يا جماعه يعرف يجيب لعيبه، ويعرف ما يدبسش النادي في فلوس زي مشكله اشرف داري وديانج اللي انتهى عقده وهيمشي يروح فالنسيا. ماشي. ومش كل مدرب يجي ويقول انا مش عايز لاعب فانا اموته. ما هو كولر ما كانش عايز ديانج، فخلاص ما رضيناش نجدد عقده، مشينا كولر وفضل لنا ديانج، وهو ديانج راح بسبب الخطأ ده. فارجو ان اداره التعاقدات في النادي الاهلي تتغير على الموسم الجديد ان شاء الله، وبالتوفيق ان شاء الله نكسب الجيش الملكي والجونه باذن الله.